اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. وهزيمه تقيله جدا للنادي الاهلي في نصف النهائي مونديال الانديه. لما تشوف النتيجه 4-1 من الوهله الاولى هتقول ان النادي الاهلي ما اداش مباراه، والنادي الاهلي لعب مباراه سيئه جدا وخسر بالنتيجه الكبيره دي، لكن هي في الحقيقه ما كانتش كده خالص. لو جينا نقسم المباراه على الشوطين هتلاقي ان الشوط الاولاني كان ممكن ينتهي 1-0 لاي من الفريقين، كان لصالح ريال مدريد بخطأ من محمود متولي، ولكن النادي الاهلي على الجانب الاخر كان ممكن يجيب في اكتر من كوره، كان ممكن يجيب هدف وكان ممكن ينتهي بيه الشوط، لكن قدر الله وما شاء فعل يعني. والنادي الاهلي انهى الشوط الاولاني متاخر 1-0. بدا الشوط الثاني وفي اول 5 دقائق ريال مدريد جاب الجول الثاني على طول، ولكن سير احداث المباراه ما بيقولش كده خالص. المهم النتيجه بقت 2-0 في بدايه الشوط الثاني، والاهلي بدا الى حد ما يستحوذ ويلعب كوره هجوميه اتيحت للنادي الاهلي وبعض الفرص اللي كان ممكن يجيب منها الهدف الاول. بعد الهدف الثاني الاهلي بدا الى حد ما يمسك كوره لحد ما جاب ضربه الجزاء لحسين الشحات اللي كان يعتبر احسن واحد في المباراه النهارده، ومعلول جاب منها الهدف الاول 2-1 لنادي ريال مدريد في اول 65 دقيقه، ومعانا لسه 25 دقيقه نقدر نجيب فيهم هدف التعادل. وبالفعل الكره جت لمجدي قفشه، عرضيه جميله جدا جدا لا ينقصها غير انها تكون بين الثلاث خشبات، لكن بغرابه كبيره جدا بيحط الكوره فوق العارضه. والنادي الاهلي لاحت ليه اكتر من فرصه الشوط الثاني ان يجيب هدف التعادل، لكن للاسف ما قدرش يستغل ولا فرصه. حكم اضاف 8 دقائق وقت بدل ضيع، قدر خلال مدريد من خلالهم يجيب هدفين وانتهت المباراه 4-1. زي ما قلت لك النادي الاهلي ما كانش سيء، النادي الاهلي كان ممكن يطلع المباراه دي فايز، كان ممكن يطلع متعادل، لكنه طلع خسران في المباراه دي. اسوأ واحد في المباراه كان السوليه النهارده، يليه ديانج وطاهر محمد طاهر بعد ما نزل. في العموم النادي الاهلي قدم مباراه كويسه جدا، يعني انا مش زعلان ان النادي الاهلي خسر، انا كنت ازعل لو الاهلي خسر 1-0 وما لعبش، لكن الاهلي لعب مباراه كبيره جدا قدام بطل اوروبا وبطل العالم السنه الماضيه ريال مدريد وخسر 4-1. صحيح النتيجه كبيره، لكن سير اللقاء ما بيعبرش عن الكلام ده. افتخر انك اهلاوي وافتخر انك قدمت مباراه كبيره جدا، وان شاء الله البطولات الجايه نبقى احلى واحلى واحلى. خبرين سريعه كده، لو متابع قناه الزمالك هتعرف ان مرتضى منصور بقاله يومين ما طلعش على قناه الزمالك، ومش زي ما هو قال في البيان انه مريض وكده، لا هو ممنوع انه يظهر على شاشات التلفزيون الفتره الحاليه. كمان القضيه اللي كان مرتضى منصور قدم عليها عشان كل ال3 لاعبين اتاجلت ليوم الاحد الجاي عشان يتقال فيها حكم. كمان محمود كهربا وقضيته جه قرار انه لازم يدفع الغرامه خلال 60 يوم والا هيتم توقيع عليه عقوبه. الغرامه زي ما احنا عارفين 2 مليون وفوائد من سنه 2019 5%. قبل ما نختم الحلقه ما تنساش ان النادي الاهلي هو فرحه الكوره المصريه والعربيه، نتمنى له كل التوفيق المره الجايه. شوف حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.